10 خطوات تعمليها لو عايزه تعلي حرق. اول حاجه ما تقلليش سعراتك قوي، ما تقليش في سعراتك عن 1300 كالوري، لانك لو ما خدتيش كفايتك من اكلك ده بيأثر عليكي بالسلب. تاني حاجه مهم جدا تهتمي بالبروتين في اكلك. وانا دايما بلعب بتريك كده مع العملاء بتوعي، ان انت بدل ما تقعدي تقلقي وتحسبي سعرات الكارب والفاتس، حاولي دايما تزودي البروتين، والبروتين تلقائي هتلاقيه هو ظبط لك الدنيا، لان البروتين بيشبع. بالاضافه كمان ان البروتين بيساعدك تزودي الكتله العضليه، والكتله العضليه اساسا بتعلي مستوى الحرق، فاهتمي جدا بكميه البروتين بتاعك في اكلك. تالت حاجة، أنا عارفة إن حتى لو بنتمرن فاحنا بنتمرن مثلا 3 أيام في الأسبوع، بس باقي الأيام بنكون قاعدين. عايزاكي وانت مثلا لو بتشتغلي وانت قاعدة قومي اتحركي في مكانك، روحي وتعالي كده كل شوية. الحركة دي بتعلي برضو من معدل الحرق، ما تقعديش في وضع ثابت فترة طويلة. دراسات كتير أثبتت إن الكافيين بيحفز الأدرينالين إن هو يطلع الدهون في مجرى الدم، فمع أي مجهود بسيط نلاقي الحرق بتاع الدهون زاد. حاولي تدخلي الكافيين في يومك بس مش بكمية كبيرة. اشربي مية كويس، والنصيحة دي لو هقولها هتلاقيني بقولها في كل حاجة، لأن كل العمليات الحيوية للجسم بتحصل في وجود كمية مية كافية، والحرق عملية حيوية محتاج مية كفاية. ما تجيش تكلميني عن زيادة الحرق لو انتي ما بتتمرنيش تمارين المقاومة. تمارين المقاومة شرط أساسي لزيادة الحرق ولزيادة الكتلة العضلية، فلازم تتمرني تمارين مقاومة، سواء تجيبي أدوات مقاومة وتتمرني في البيت أو تنزلي جيم أو حتى تتمرني بوزن جسمك، المهم تتمرني تمارين مقاومة. مهم جدا انك تنامي بالليل وتصحي الصبح عشان الساعة البيولوجية بتاعتك تتظبط وهرموناتك تتظبط، فهتلاقي حرقك زاد تلقائيا. قللي التوتر على قد ما تقدري. التوتر بيعلي هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ده لما بيعلى بيلخبط هرمونات الجوع والشبع، فبتلاقي نفسك جعانة طول الوقت، بالاضافة لانه اصلا بيخزن مية وبيعمل خلل في مستوى الحرق. فمهم تقللي التوتر وتستهدي كده بالله، وكل حاجة ان شاء الله هتعدي. حاولي تدخلي في اكلك الياف كافية. الالياف هي مصدر شبع كويس، وحاجة تانية كمان ان هي بتغذي البكتيريا بتاعت الامعاء، وبكتيريا الامعاء لما بتتغذى وتشتغل بصورة كويسة بتحسن من وظائف الجسم وبتحسن من الميتابوليزم، فهتلاقي الحرق زاد. اخر حاجه مهمه جدا بقى انك تتحكمي في سلوكيات اكلك وتركزي انت عايزه تاكلي امتى وعايزه تاكلي ليه. يعني هل وانا قاعده كده مش في دماغي حاجه او فاضيه عايزه اكل، ولا انا فعلا جعانه؟ لو لقيت نفسي فاضيه فعايزه اكل فلازم اشغل نفسي. وانا دايما بقول ان مهم جدا ان يبقى في هدف شغلك عشان تعرفي تخسي، ان طول ما وراكيش هدف هتلاقي نفسك بتجري على طول على الاكل.